ازاي تحقق مليار دولار مش من المخدرات، او خلونا نقول ازاي تحقق مليار دولار من المخدرات، لان ده مجال يحقق ارقام اكبر من كده في الحقيقه. اهلا بيكم في كايرو بيزنس جورنال. في الفيديو ده هنعرف ازاي بابلو اسكوبار قدر يجمع ثروته الضخمه من عالم الجريمه والمخدرات. رجل عصابات كولومبي دوخ العالم كله وراه، ارتكب جرائم كتير منها ابتزاز وتهريب وسرقه وقتل وخطف. يعني الراجل ده ما سابش حاجه غير الا لما عملها. الشخص ده كان مسؤول عن 90% من المخدرات الموجودة في الولايات المتحدة، وطبعا ده خلاه على قائمة أهم المطلوبين للعدالة في أمريكا. قدر اسكوبار من خلال كل أعماله الإجرامية دي يكون ثروة ضخمة جدا، ومن القصص الشهيرة إنه مرة حس ببرد فولع في 2 مليون دولار علشان يتدفع عليهم. خليني اقول لك انه من السهل جدا تكون راجل عصابات ومهرب مخدرات ناجح، ولكن من الصعب انك تكون بابلو اسكوبار. بابلو ايميليو اسكوبار زعيم عصابة كارتل ميدلين، واخطر واشهر مهرب مخدرات عرفه العالم كله. معروف بكونه واحد من اكبر تجار المخدرات في التاريخ، ولقب بامبراطور المخدرات. تعتبر حياته مثيرة للجدل بسبب اعماله الاجرامية اللي ارتكبها، من تجارة المخدرات وحالات الخطف والسطو المسلح. اتولد اسكوبار في 1 ديسمبر 1949 في مدينة ريو نيغرو الكولومبية. عيلته كانت بسيطة جدا وبيشتغلوا في الفلاحة، وعلى حسب اللي قاله اسكوبار بنفسه في لقاء صحفي مع التلفزيون الوطني، عيلته ما كانش عندها أي موارد اقتصادية، وكانت بتعاني زيها زي أي أسرة كولومبية في وقتها. بداية اسكوبار الإجرامية كانت في سن مبكر جدا من عمره، فأثناء دراسته في المرحلة الابتدائية كان بيبيع تذاكر اليانصيب المزيفة للطلاب، ولما وصل للمرحلة الثانوية بقى بيبيع شهادات الدرجات المزيفة، وكمان كان بيسلف الطلاب فلوس بفايدة. خلال فترة العشرينات من عمره كان معاه عصابة كده صغيرة بيسرقوا السيارات ويفككوها ويبيعوها. ولما كبر شوية وجمع فلوس كتير من سرقة السيارات قرر يغير النشاط، فاتجه للخطف، وبقى بيخطف الشخصيات المهمة في كولومبيا ويطلب فدية ضخمة جدا من أهاليهم. وعلى الرغم من إنه كان بياخد الفلوس اللي بيطلبها، إلا إنه أحيانا كان بيقتل الأشخاص اللي بيخطفهم، زي اللي حصل مع رجل الأعمال الشهير ديوجو أشافاريا ميساس، اللي خطف اسكوبار وقتله بعد ما خد 50,000 دولار من عيلته. وبسبب الجريمة دي اتشهر اسكوبار في كولومبيا كلها. وبعد ما قدر اسكوبار يحقق مبلغ كويس من الخطف، قرر يغير النشاط لتاني مرة ويتجه لعالم المخدرات، فاشتغل مع المهرب الفارو بريتو اللي كان شغله ممتد في جميع أنحاء ميدلين. شغل اسكوبار معاه، وهنا تعتبر بدايته في صنع الثروة، لأنه حقق مبالغ كبيرة جدا من خلال التهريب مع الفارو. ولما وصل عمر اسكوبار ل 26 سنة كان معاه أكتر من 100 مليون بيزو، يعني حوالي 3 مليون دولار، وده كان مبلغ كبير جدا في وقتها. بالمناسبة سنة 1975 اتقتل فابيو اوتشو، وده كان أكبر مهرب مخدرات في كولومبيا، ويقال إن اسكوبار هو اللي قتله علشان كان بينافسه في شغله. وازدهرت أعمال اسكوبار بشكل كبير بعد موت فابيو، وبدأ يوسع عمليات تهريب المخدرات ويكبر الإمبراطورية بتاعته. فبدأ يهرب المخدرات من كولومبيا لبنما عن طريق طائرة خاصة، وده عشان يعرف يدخلها للسوق الأمريكي. في مايو 1976 تم القبض على اسكوبار وعدد من رجاله بتهمة تهريب 18 كيلو جرام من عجينة الكوكايين. في البداية حاول اسكوبار يخرج من الموضوع ده برشوة القاضي علشان يتم الإفراج عنه، ولكن لما رفضوا قرر يستخدم أسلوب تاني، فقتل الضباط اللي قبضوا عليه عشان يخفي الأدلة ويتم الإفراج عنه. وهنا اسكوبار اتعلم إنه لو اللين منفعش مع السلطة لازم تستخدم القوة، وطبق المبدأ ده في كل تعاملاته. في السبعينات أسس اسكوبار هو ومجموعة من أصدقائه كارتل ميدلين، ودي منظمة إجرامية متخصصة في تهريب الكوكايين بين أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة. المهم المنظمة دي كانت بتهرب الكوكايين بكل الطرق اللي تخطر على بالك. احنا كنا قلنا انه بيستخدم طائرة خاصة، ضيف عليهم بقى غواصات اشتروها من الاتحاد السوفيتي وكانت بتشتغل بالريموت. ومع زيادة الطلب على الكوكايين زادت أرباح كارتل ميدلين، وكانت بتحقق في اليوم الواحد أكتر من 60 مليون دولار. كارتل ميدلين كانت بتبعت 80 طن من الكوكايين شهريا للولايات المتحدة بس، وده طبعا كان السبب في 90% من الكوكايين الموجود في الولايات المتحدة. طبعا الموضوع ده كان مسبب أزمة كبيرة للحكومة الأمريكية، وكانوا عايزين يخلصوا من اسكوبار بأي شكل. مش أمريكا بس اللي كانت بتعاني من عصابة كارتل، ده العالم كله، وده لأنها كانت مسؤولة عن 80% من إجمالي المخدرات في السوق العالمي. الشيء الطريف إن أثناء ما الولايات المتحدة كلها كانت مقلوبة على بابلو اسكوبار، بيبعت بابلو صورته مع ابنه قدام البيت الأبيض كنوع من التقليل من الحكومة الأمريكية، وده لأن اسكوبار وصل لمرحلة إن محدش عارف يقف قصاده، لأن لو حد فكر يعمل كده كان بيقتله.
الموضوع ده حط كولومبيا في أزمة مع أمريكا وطالبت بتسليم اسكوبار ليهم، لكن الحكومة الكولومبية مش قادرة عليه. علشان كده عملوا معاه هدنة وقرروا يحلوا المشاكل دي. فاسكوبار بيقول لهم أنا ما عنديش مشكلة اتسجن، ولكن بشرط: أولا ما يتمش تسليمي للحكومة الأمريكية، وثانيا أنا اللي هبني السجن اللي هتحبس فيه. الحكومة الكولومبية وافقت وبنى فعلا سجن لنفسه أشبه بالقصور الفخمة. انتوا عارفين ايه اللي يضحك في الموضوع؟ اللي يضحك ان تجارة المخدرات زادت اكتر بعد حبس اسكوبار، لانه كان بيدير اعماله من السجن عادي. هنا بقى قررت حكومة كولومبيا انها تحبسه في سجن مشدد، بس اسكوبار عرف وهرب من السجن اللي كان عامله قبل ما يتم نقله للسجن المشدد. وهنا الحكومة الكولومبية كانت في وضع حرج جدا قدام العالم كله، لانها مش عارفة تتخلص من مجرم زي اسكوبار. فتقوم الحكومة الكولومبية تدرب مجموعة من القوات علشان تطارد اسكوبار، واستعانوا ببعض اعداء بابلو علشان يعرفوا يوقعوه. وفعلا بيتم تحديد مكانه من خلال مكالمة هاتفية، وبيتم مطاردته من خلال الحكومة الكولومبية. وأثناء ما المطاردة دي شغالة تم قتل بابلو اسكوبار، ودي طبعا نهاية متوقعة جدا لشخص زي ده. ولكن الشيء المبهر هو إجمالي الثروة اللي سابها بعد ما مات كانت ضخمة جدا، كانت حوالي 30 مليار دولار جمعها من غسيل الأموال والتهريب زي ما عرفنا. بس خليني اقول لك حاجه تبين لك حجم الثروه الفعلي لبابلو. ال 30 مليار دول دي كانت سنه 1993، يعني بتعادل 54 مليار دولار في 2016. شوف بقى بتعادل كام دلوقتي. وهنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. ما تنساش تقول لنا رايك في التعليقات، وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا. سلام.